لو عايز احصر الحديد بتاع البلاطات الفلات سلاب، انا في عندي طريقتين لحصر الحديد، سواء بقى كان البلاطات الفلات او البلاطات السوليد او اي بلاطه عموما. في الطريقه الدقيقه اللي هي بتبقى حاجه شبه الشوب دروج، او هي تقريبا نفس اللي بنعمله في الشوب دروج. طريقه طويله، طريقه تاخد منك مجهود، لكن هتبقى نسبه الدقه بتاعتها عاليه جدا. يعني انت يعتبر شبه بتعمل شوب دروج. الطريقه الثانيه طريقه تقريبيه ونسبه الخطا فيها بتكون بسيطه ولكن سريعه. تعالوا نشوف الطريقه الاولانيه الاول هتبقى عامله ازاي. احنا هنعمل زي ما عملنا لما كنا بنعمل في اللوحات بتاعت الشوب دروج، كنا بنقسم البلاطه لمجموعه من الزونز زي ما انا هنا عامل كده. يعني ايه؟ في كل زون، وانا جاي من تحت كده من اول هنا لحد هنا كده، دي زون يعني السيخ فيها هيبقى بطول معين. يعني مثلا المفروض ارسم خط من هنا لهنا، وبعد كده الزون الثانيه اللي هي من هنا لهنا. يعني الزون دي طول السيخ فيها هيكون مختلف، وكل زون من دول هيبقى لها طول معين، ومن هنا لهنا، ومن هنا لهنا، ومن هنا. طبعا من اول بقى الحائط ان الجزء ده هيبقى له طول معين. يعني بقسمها زون، كل زون بحتاج ان انا شكل السيخ هيتغير فيها، فبقسمها زون جديد. طبعا انا كده كده معايا التسليح تحت اهو، بيقول لي انها عباره عن شبكه 6 في 10. يعني انا عارف ان انا الشبكه بتاعت 6 في 10 سفلي وعلوي. خلينا دلوقتي بنتكلم على الحديد السفلي، واللي انا هقوله دلوقتي برضه ينطبق على الحديد العلوي. بعد كده هنقول له كوبي. برضه في عندي زون من هنا لهنا، وفي زون من هنا لهنا، وهكذا. النص اللي فوق هيبقى زي ما عملنا تحت بالظبط، اللي هو المنظر اللي معمول هنا ده يا جماعه. المنظر اللي معمول هنا ده انا طبعا قسمتها، يعني كل زون اهو، بس طبعا حولتها بقى الريكتانجل. يعني في هنا كسرات، يعني مثلا بدل ما تبقى الجزء ده فيه كسرات كده، انا كده كده الشفه البسيطه دي ديكور اصلا، فمش هيبقى فيها تسليح. انا اخد حد هنا، فبروح ابسط على نفسي، وبروح ايه، اتعامل دايما على الجزء اللي هو الريكتانجل ده بس. تمام كده، يعني بتعامل على ده بس. فانا عملت كده بصراحه اهو، عشان بس مش عايز ان احنا نضيع وقت كتير اهو. دي الزون الاولانيه بالارتفاع بتاعها، دي الزون الثانيه اهو بالارتفاع بتاعها. طبعا انا بيهمني دايما الطول بتاع الزون، والمسافه اللي هي الايه اللي هيتوزع فيها، او بدايتها ونهايتها، يعني المسافه اللي هي دي. تمام، كأن احنا بنقول عرض الزون وطول الزون كام. نفس الكلام في الزون اللي بعدها وهكذا. فانا قسمتها لمجموعه من الزونز، يعني مثلا هنا سميتها اريا 1، اريا 2، اريا 3، اريا 4، 5، 6 وهكذا. يعني مثلا هنا 16 اريا. كل اللي هتعمله ايه؟ انا هفترض مثلا ان هو قايل لك بالفعل ان انت عندك في المتر الواحد 6 اسياخ. يبقى انا هاجي على اول زون، هقول له انا ال 60 سم دول هيتحط فيهم كام سيخ؟ هضرب 6 من 10 في 5، واقرب لاقرب رقم صحيح. يعني لو طلع معايا 3.5 بقول 4، لو طلع معايا 5.5 بقول 6 مثلا. ودايما ما ننساش ان احنا اول زون لازم نزود فيها سيخ اسمه السيخ البادي. فانا الشيت بتاعي هيبقى عامل ازاي بقى؟ هيبقى عندنا الشيت بالمنظر ده كده. هيبقى عندي عدد معين من الارياز، اريا 1، اريا 2، اريا 3، اريا 4، اريا 16، ايا كان عدد الارياز بتاعتك. طبعا هو الشيت هيبقى طويل، لان زي ما قلت لك دي طريقه دقيقه. هي يعني انت كانك بالظبط بتعمل شغل شوب دروج، بس الفرق انت مش هحتاج منك ترسم اسياخ خالص. انت الموضوع هيتم ازاي؟ انت عارف ان البلاطه دي فلات، يعني في رئه سفليه وفي رئه علويه. والرئه السفليه فيها حديد طويل وفيها حديد قصير. خلينا دلوقتي احنا بنتكلم عن الرئه السفليه في الاتجاه الطويل، او مش هتفرق. يعني الطويل والقصير ده ممكن اللي هو اتجاه اكس واتجاه واي وخلاص. يعني ما حدش هيدقق مين الطويل ومين القصير. المهم ان انت تديني اطوال الاسياخ صح. طيب الطول بتاعها كام؟ بتاع اريا 1. تعال نشوف هنا مثلا، نشوف اريا 1 طولها 8 متر 80. 8 متر 88. تمام كده؟ هتقول له هنا الطول بتاعنا 8 متر 88. عدد الاسياخ في المتر 6. قطر كام؟ 10 مللي. طول السيخ هو نفس الطول. وعلى فكره بالمناسبه الطول ده المقصود بيه اللي هو ممكن نسميه العرض الزون، او تسميه طول الزون. المهم تبقى فاهم ان هو بتاع الطول هنا يا جماعه. انا اقصد بيه هنا في الشيت اللي هو المسافه دي اللي هيتوزع فيها، اللي هي 6 من 10 دي. تمام كده؟ يعني المفروض عشان نميزها بس، يعني ايه المسافه اللي هيتوزع، يعني ممكن تسميها عرض الزون او اي اسم مش هتفرق. المهم ان احنا هنخلي دي، اسف، نخليها كام؟ 6 من 10. وطول طول السيخ هو اللي يبقى 8.88.
اللي هو بنفس طول الزون يعني. طيب عدد الاسياخ الكليه كام؟ هو بيحسبها من نفسه وبيقرب لاقرب رقم صحيح. تزود السيخ البادي في اول زون. هنا معمول سيلينج اهو، ليه؟ ان هو ياخد حاصل ضرب الرقمين دول في بعض ويجمع عليه واحد. طبعا ده هيكون في الزون الاولانيه بس، يعني في الزون الثانيه المفروض بقى تلغي زائد واحد دي، انت تقول له قرب بس وخلاص. يعني مثلا هنا المفروض بقى ما تقولوش زائد، يعني زائد واحد دي تتلغى خلاص، لان احنا هنزود واحد في اول زون بس. تمام كده؟ طيب فهو طلع معانا العدد 5. هو ممكن يكون اصلا العدد مش 5 بالظبط، يعني ممكن يكون اصلا هو طلع 4 وشويه او 3 وشويه، فهو قربه خلاه 4 وبعد كده رجع زود السيخ البادي، فتوتال على بعضه ادالنا كام؟ 5 اسياخ. مجموع طول الاسياخ هيساوي ايه بقى؟ هتشوف طول السيخ الواحد بكام وعددهم كام، تضرب ده في ده هيديك مجموع طول الاسياخ اللي هو طول السيخ في عدد الاسياخ الكليه. تمام كده يا جماعه؟ طيب هو عرف عدد الاسياخ منين؟ بناء على الزون دي، ضرب 6 من 10. تعالى كده نشوف 6 من 10 في 6، فاداله هنا مجموع اطوال الاسياخ، ومن هنا حسب وزن الاسياخ بالطن توتال اللي هي موجوده في الرقه السفليه في الاتجاه الطويل. وهكذا هتيجي على اريا 2 في الرقه السفليه في الاتجاه الطويل، اللي هو نفس الكلام اللي احنا كنا عاملينه من شويه. هتروح مثلا تشوف ايه اللي هيتغير معاك. هيتغير معاك مسافتين، رقمين اللي هيتغيروا معاك، كل الارقام هتبقى ثابته، رقمين اللي هيتغيروا معاك، المسافه اللي هيتوزع فيها الحديد والطول بتاع السيخ. طيب انا دلوقتي طول السيخ زاد معايا على 12، يبقى انت عارف وواثق ان هو على الاغلب هيعمل وصله حديد. فيفضل ان انت لما تيجي تحط الطول بتاع السيخ ده، هو المفروض ان احنا نخصم كفر من اليمين وكفر من الشمال، بس خلاص هو انت كده كده الموضوع اصلا بيكون تقريبا عشان بس ما تضيعش وقت كتير. لو عايز تخصم الكفر اوكي، ما عنديش اي مشكله، شيل 2 سم من هنا و2 سم من هناك، بس الموضوع اصلا احنا بنسيبه كنوع من انواع الفاكتور اوف سيفتي معانا. طب انا دلوقتي سبت، المفروض يبقى في وصله، الوصله دي احنا بنقدرها بحوالي 5% من الوصله الواحده. يعني انت لو هنا 12 متر ونص يعني هيعمل وصله، لو الطول اكتر من 24 يبقى على الاغلب هيعمل وصلتين، فكل وصله بتزود 5% من الطول بتاع الاسياخ. يعني لو في وصلتين يبقى تزود 10% على الطول. تمام كده؟ او تحسبها، يعني انت مثلا عندك هنا هو شغال ب 60 القطر وهو شغال بفاي 10، يبقى 60 سم. ال 60 سم دي بتمثل قد ايه من ال 12 متر؟ بتمثل 5%. طب افرض هو فاي 16 يبقى الوصله هتزيد، يبقى النسبه هتزيد، ما انت ال 5% ممكن تبقى 7% او 8% وهكذا. تمام كده يا جماعه؟ فهنا الرقم هيبقى كام؟ متر 54، وبعد كده الرقم الثاني 12 ونص. يبقى نقول له هنا متر 54، عدد الاسياخ كام؟ نقول له 6. انا اسف احنا حطينا الرقم في المكان غلط، اريا 2 رئه سفليه، نقول له هنا 1.54، وهنا عدد الاسياخ 6، وقطر السيخ فاي 10، طول السيخ 12.47. ممكن زي ما قلت لحضرتك كده انك تيجي هنا وتقول له بيساوي الرقم ده مضروب فيه 1.05، لان انت عارف انه هيزيد الطول بتاعه حوالي 5%. هو هيحسب عدد الاسياخ من نفسه، طلع معاه 10 اسياخ بعد الزياده، وطلع معاه مجموعه طول الاسياخ 130، وده الوزن بتاعه بس. وهكذا هتمشي بقى على كل، طبعا طريقه طويله جدا جدا وهتاخد منك وقت كتير جدا.